ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. احنا باذن الله كده هنعمل مع بعض اكلة كابوريا بطريقة مختلفة وبطعم مختلف خالص عن ايه، عن الطبيعي اللي احنا بنشوفه. يا مثلا بنشويه، يا مثلا ايه بنسلقه. لا، دي طريقة جميلة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. وقبل بقى ما نبدأ الفيديو، اللي اول مرة يشوف القناة ما ينساش الاشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونخش مع بعض نشوف المكونات والطريقة. اولا عشان تشتري بقى الكابوريا، هتلاقي الكابوريا كده واقفه كده ماسكه نفسها، مش لونها متغير، او الريحه بتاعتها برضو مش حلوه. وتلاقيها كده ايه يعني حلوه قدامك كده وايه وشهقه كده. انا بقى جبت الكابوريا، حطيتها كده اهو في الحوض زي ما انتم شايفين. خدت صابع من صوابعها دي ورحت فاتحه بيه ايه الظهر، عشان الظهر ده بيبقى جامد شويه. شلت بقى السفنج ده اللي هو عليها كده، من بعد ما شلت الغطا عليها سفنج فشلته. والصوابع بقى بتاعتها دي قطعتها ليه؟ عشان دي ما فيهاش لحم، بقطع نصها بس. الصوابع اللي هي كده ايه اللي في الاطراف دي الصغيره، بقطع نصها عشان ده كله فاضي ما فيهوش لحم. والحتتين اللي ده بقى اللي جواها ده بطروخ ما بشيلهوش. شلت بقى الحتتين اللي هم قدام خالص، اللي عند المقدمه بتاعت بقها. وايه، وبعد كده خلاص تعتبر ايه نطفت خالص. واحده تانية برضو قدامكم كده. برضه اهو خدت اهو، شفت البطروخ ده يعني بيبقى جميل قوي قوي وطعمه حلو. في الاخر برضه انا هقول لكم تعملوا فيه ايه. برضه شلت اهو الحتت اللي في الاطراف اللي عند بقها. وبعد كده شلت السفنج اهو اللي قدامكم ده، ده كله دوت ملهوش ايه اي لازمه. وجينا بقى عند الصوابع، مسكت نص الصابع كده عند العقله المفصوله وقطعتهم، عشان برضو زي ما قلت لكم ان ايه ان هو ده ملهوش اي لازمه. وبتبقى ايه يعني واخده مكان في الحله او في الاكله اللي احنا هنعملها كده، ايه ملهاش لازمه. خلاص على كده ونشوفها وتبقى معاكي ايه كابوريايه كده جميله وحلوه قوي ونظيفه. بس بعد كده بقى ايه، حطيت رصيتهم في صينيه او اي حاجه عندك، وحطيت عليهم ميه ساقعه، وعصرت عليهم ليمونه كبيره، وحطيت القشر برضو عليها. او زي ما انتم شايفيني كده، عصرت الليمونه كده عليها، وحطيت القشر عليها. وبعد كده حطيت ايه شويه خل، يعني بقيمه كده ربع كوبايه. خلاص هسيبه بقى نص ساعه. تعالوا بقى ايه عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. جبت حله، حطيت فيها ورق لورا، حبهان، مستكه، قرفه، قرنفل، كل دوت سليم. وبشوحه فين؟ في حبه الزيت اللي انا حطيته. ما تحطيش زيت كتير، هي يا دوبك بس، يا دوبك ايه معلقتين كبار، عشان هي يعني ما بتاخدش زيت. قطعت بقى بصلايه كبيره، قطع كده صغيره، لا رفيعه يعني ولا كبيره، هي معقوله كده. شوحتها بقى طبعا مع الحاجات ديت، البهارات دي اللي احنا حطيناها دي مع بعض، توابل قصدي. تديكي بس يا دوبك اللون اللي هو يعني البني الفاتح. واروح حط عليها بقى ايه معلقه كبيره توم مفروم. وحطينا بقى كمان ايه تاني، شويه كزبره خضراء وشبت. دي ما فيهاش بقدونس، هي شبت وكزبره. دي بقى بتدي ريحه وطعم للكابوريا خطيره. يعني ولما تيجوا تجربوها تشوفوها. بعد كده بقى عملنا ايه، صفينا الكابوريا وشطفناه برضو تاني. ورصيته بقى ايه في الحله قدامك كده اهو. رصي بقى ايه الكميه اللي انت جايباها كلها اهو. شايفين بقى؟ بصوا البطروخ ده اللي على الوش، يعني ده طعمه جميل قوي قوي قوي. خلاص كده اهو رصيناهم بقى كلهم. وجبت بقى عندي، انا كنت مفرزه برضو طماطم، طماطم صلصه. حطيتها كل حوالي يعني برضو كوبايه كبيره. وحطيت كمان عليهم ايه كوبايه ميه برضو كبيره. حطيت بقى معلقه كمون، معلقه كزبره، معلقه فلفل اسمر، نص معلقه شطه، معلقه ملح. ما تكتريش الملح علشان هي الكابوريا بتبقى مالحه. خلاص كده بقى غطيتها انا وايه وسبتها لحد ما اتسبكت. بعد كده بقى عملنا ايه، خلاص غرفناها. بصوا زي ما انتم شايفينها كده، حطيت بقى الكابوريا لوحدها، وخدت الصلصه حطيتهم في طبق ايه لوحده. دي بقى اللي انت ايه هتعملي جنبيها بقى حبه رز ابيض، هتحطي بقى على الصلصه كده وتاكلي بقى الجنب الكابوريا. طعم جميل جدا ومختلف خالص خالص، يعني حاجه هتقولي ان فعلا انت كلتي كابوريا. خلاص على كده بقى فايه اللي احنا قلنا بقى الغطيان اللي احنا شلناها دي، حطيها على مصفى ألمونيا،
وحطيها على البخار. يعني سويها على البخار، وبعد كده بقى ايه، كلي بس فيها اللي هي البطروخ اللي محطوط فيها ده في الجوانب، وبعد كده خلاص الغطا ايه بيترمي، يعني برضو ما نرميهاش. عايزاكم بقى تجربوها، واللي اول مره برضو يشوف القناه يخش يعمل اشتراك ويفعل الجرس، ويقول لي ايه رايه في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.